ان انت ما تقدرش تستغنى عنه. صباح الخير. صباح الخير. في حاجة يا مراد؟ ابدا. امال انت قاعد كده ليه؟ مش رايح شغلك؟ انا قلت ده ميعاد صحيانك وفرصة اتكلم معاك شوية قبل ما تنزلي على شغلك. انت شايف ان ده وقته يا مراد؟ ما تأجل الكلام ده بعد ما نرجع من الشغل. لا، هو اصله في امر جديد قلت اقول لك رأيي قبل ما اخرج. خير؟ اطمني، هو كان مجرد خوف عليكي من دخول المعركة، وهي فعلا كانت معركة، خصوصا والموضوع دخل حيز التنفيذ وابتديتوا تاخدوا خطوتكم الأولى، وكان طبيعي ان انا اعيد التفكير واغير رأيي. معقولة يا مراد؟ أنا مش قادرة أصدق. عموما يا سيدي ده خبر جميل ويسعدني. انا قلت استناكي لحد ما تصحي وابلغك برأيي. انا هقف معاكي لحد ما تدخلي المجلس وتحققي كل اللي بتتمنيه ان شاء الله. سبحان مغير الأحوال. متشكرة قوي يا مراد. عموما أنت واقف جنبي طول عمرك في كل حاجة. لكن قولي، أنت كنت خايف عليا من إيه؟ يا حبيبتي، انت حققتي في المستشفى اللي انت بتديريها انجازات كبيرة جدا. انا خفت بصراحة على النجاح ده كله. وأنت شايف إن دخولي للمجلس هيأثر على ده كله؟ لا، مش دخولك المجلس، دخولك معركة الانتخابات ممكن انها تأثر على رسالتك السامية العظيمة. الكلام ده أنا عارفاه كويس قوي. لكن قولي بصراحة، في حاجة تانية غير كده؟ يا هدى، المعارك اللي زي دي ما فيهاش نزاهة كافية، وانت لازم من دلوقتي تستعدي لمواجهات غير متوقعة. يعني فعلا هو خوف من المواجهات دي ولا في حاجة تانية؟ لا تانية ولا تالتة. إن ما كنتش هخاف عليك انت يا حبيبتي، هخاف على مين؟ طب كويس والله. أنا سعيدة قوي بالكلام اللي بسمعه ده. ده مفيش أجمل من كده على الصبح. ما كانش ممكن أسيبك لوحدك في وقت زي ده، لأن أنا عارف شكل الصراع اللي انت ممكن تتعرضي له. أنا فاهمة كل الكلام اللي بتقوله ده يا مراد. إحنا نركز بقى كل جهودنا في دخول المعركة دي، وأنا واثقة إني هنجح إن شاء الله مادام الراجل الجامد الشديد اللي بالقوي واقف جنبي. متشكر يا حبيبتي. ومادام الدكتورة هدى المراغي قررت تخوض التجربة فكلنا وراءك يا دكتورة إلى النجاح الساحق الماحق. عمر. نعم. حضرتك فاضي 5 دقايق؟ في موضوع كده عايز اكلم حضرتك فيه. في ايه؟ اتكلم. بابا انا عايز اتجوز. تاني؟ حضرتك تقصد ايه؟ اقصد انك تبقى عبيط لو تصورت لحظه واحده ان انا مش عارف انك متجوز ومخبي عليا. وانا لمحت لك اكتر من مره، قلت لك خلينا اصحاب وما تكدبش عليا، لكن واضح انك لسه بتلف وتدور عليا. يعني كان احساسي مظبوط لما قلت اني متهيأ. وانا قلت لك لا، بس انت ابن شخصيه عامه. انت ابن ابراهيم الشربيني يا ولد. ده انت لو كحيت في اخر الدنيا هعرف، مش تقول لي جوازه وما اعرفش. انا مش عبيط يا ابني. وعلى كده بقى حضرتك عارف هي مين؟ الحقيقه انا مش متاكد. كل اللي اعرفه انك اتجوزت. قول لي انت بقى، هي بنت مين؟ هي بنتي، هي انسانه محترمه واخلاقها عاليه، وانا متاكد يا بابا انت لو شفتها هتحبها. بقول لك بنت مين؟ انا ابراهيم الشربيني. هي بنت مين؟ لازم لما تتجوز ابقى عارف مين اللي هناسبهم. ابوها معروف، ويمكن حضرتك قريت عن القضيه بتاعته في الجورنال. قضيه؟ ايوه بس هو مظلوم. لا مش مظلوم. يحيى ابو العطا مش مظلوم، ده واخد تأبيده. وحضرتك عارف؟ طبعا عارف.
وانت لسه مصر تلف وتدور عليا. القضيه متلفقه صدقني. متلفقه؟ وانت عرفت ازاي بقى؟ درست حقوق من ورايا ولا ايه؟ على العموم انا بحبها هي، وهي ملهاش ذنب في اي حاجه حصلت لابوها، وكده كده انا مش هقدر استغنى عنها، دي مراتي. واضح انها لعبت في دماغك قوي، ولا مؤاخذه يعني واضح انك شرابة خرج. لا يا بابا، انا مش ممكن اكون كده، واحب اقول لك اني مسؤول عنها تحت اي ظروف. راجل يا ولد، برافو عليك والله. يا ترى بقى بتصرف عليها منين؟ من المصروف اللي انا بديهولك ولا هي بتشتغل وتصرف عليك؟ بابا انت كده بتهني. شوف يا ابني، انا هقصر معاك واجيب من الاخر. الراجل الجدع يعرف ناس زي ما هو عايز ويصرف عليهم كمان، لكن لما يجي يتجوز جوازه محترمه تليق بمقامه، مش واحده ابوها مرمي في السجن تجيبه تحت رجليها. تغريد مش كده يا بابا، تغريد انسانه محترمه ومتربيه، عشان كده انا ارتبطت بيها. طلقها، طلقها يا ابني. لو بتحبني صحيح طلقها، لو خايف على سمعه ابوك طلقها. اطلقها؟ انت بتقول ايه يا بابا؟ يا ابني الناس لو عرفت ان الراجل ده نسيبي هيفضحوني. يرضيك ان نسيبي يبقى تاجر مخدرات واخد تأبيدة؟ معقولة؟ اسف يا بابا، انا بحبها ومش هطلقها. اعمل اللي انت عايزه، حبها، غور بيها. ارجوك يا بابا بس اعملها، انا متاكد لو قابلتها هتغير وجهه نظرك. من فضلك امشي من قدامي دلوقتي، امشي. استنى هنا، مفاتيح العربية. البنت دي لا يمكن تركب عربية انا اللي دافع فلوسها. استنى، هات الفلوس اللي انت خدتها مني امبارح. خد اجرة التاكسي، انت برضو ابني. شكرا. خلاص امشي من قدامي، روح في 60 داهية. صبرك عليا يا تامر يا شربيني. اتفضل. صباح الخير يا خلودي. اهلا اهلا، صباح النور. ايه القمر ده؟ شكلك فرحان قوي النهارده. قوي قوي يا خالد، باباك النهارده فرحني جدا. خير يا ماما، فرحيني. باباك غير رأيه وهيقف معانا في الانتخابات. معقولة؟ ده ما كانش موافق على الموضوع ده خالص. هو قال لي انه كان خايف عليا، بس انا متهيألي ان هو كان خايف في وسط مشاغله ومسؤولياته الكتيرة ما يقدرش يساعدني، وبصراحة انا عذرته. وبعدين قال لي لما لقانا دخلنا جد في موضوع الترشيح، فقال ان انا لازم اغير رأيي واقف جنبك، ووافق ان هو يساعدنا. ده خبر هايل فعلا. وجود بابا معانا هيحسسنا بالثقة في كل خطوة. بعد كل تصرفاته اللي كانت محيراني في الفترة الأخيرة دي، فاجئني النهاردة بالخبر الحلو ده، وبصراحة بقى خلاني أنسى كل اللي فات. على كل حال احنا مش عايزين نتقل على بابا في الأول. احنا خلينا ماشيين في الخطة بتاعتنا زي ما هي، وهو لما يكون عنده وقت ويحب يشارك يا ريت يتفضل. يا حبيبي، أنا كل اللي يهمني دلوقتي إن بابا هيقف جنبي، لأني كان ممكن أبقى محبطة قوي في كل خطوة بعملها من غيره. طب الحمد لله انه غير رأيه. انا فعلا كنت حاسس بيكي الفترة اللي فاتت دي قلقانة وخايفة قوي. أنا فعلا كنت خايفة عليه قوي في الفترة الأخيرة، كنت حاسة إن أنا بقيت بعيدة عنه. ابتدى ياخد قرارات من غير ما يناقشني فيها، وباباك عمره ما كان بيعمل معايا كده. طول عمره كان بياخد رأيي في كل صغيرة وكل كبيرة، كان دايما يفتح لي قلبه. يا ماما، ما انا قلت لحضرتك قبل كده، الفترة اللي فاتت دي بابا واقفة مع نفسه. كان عاوز يعدل مسخره وغير حاجات غلط ممكن تكون كانت حصلت في حياته غصب عنه. يا حبيبي ده شيء يسعدني. يا ريت كل واحد فينا يقف مع نفسه ويفكر في كل غلطاته اللي فاتت ويصلحها. انا عايزك في موضوع مهم يا ايمن، ملوش علاقة بالانتخابات. تأمرني يا باشا. انت عارف تغريد بنت يحيى ابو العطا؟ طبعا عارفها، ده انا اللي جايب لسيادتك قرار. انا بقى مش عايز يبقى ليها قرار خالص. بس انا وقتها فهمت ان تامر متعلق بيها ايمن، الواد مستقبله هيضيع، تقولي متعلق بيها؟ اسمح لي قبل ما ناخد اي خطوه في الموضوع ده تسمعني. ما تسيب الولد يعيش حياته شربيني بيه. وحياته دي ملهاش تأثير على حياتنا وشغلنا ومستقبلنا. كل المشاكل بتعدي، مفيش حاجه بتستنى، وزي ما حضرتك عارف الشده تولد العين. بكره هو من نفسه هيزهق منها
ويدور على غيرها وينساه. فكرك كده؟ جرب سيادتك ومش هتخسر حاجة. بكرة هو هيزهق لوحده ويسيبها. ايوه بس ده قال لي انه بيحبها. يا باشا ده مش زمن الحب، بكرة الحب ده هيموت لوحده. اطمئن سيادتك وسيب لنا الموضوع ده هتابعه بنفسي. مش عايز اي اخطاء يا ايمن.